مساء الفل والياسمين على عيونكم. يلا بينا نكمل سلسلة النظافة بتاعتنا في المطبخ. النهاردة هنعمل ايه اشراكت؟ النهاردة هنعمل غسالة الاطباق الجميلة. يلا بقى ايه، هنضف غسالة الاطباق معاكم، وهنضف كمان الكولدير، وكمان ايه تاني، التلاجة اهو. شلت الاستيكر، كنت حاطه عليها يا بنات زي جلدة كده وفوقيها ستيكر. ليه؟ علشان خاطر كنت خايفة عليها الصراحة لا مية تنزل عليها، وكمان انا حاطه فوقيها القلاية، فقلت احط دي يعني كحماية ليها. بس اتوسخت، فقلت بقى اشيلها بالمرة وانضفها، ومش عايزة احط عليها ستيكر ولا اي حاجة. هحط فرشة كده وخلاص. هنضفها اهي، هصبنها بالسلك والبريل بس، يعني مش محتاجة بقى لا احط عليها مزيل ولا سترس ولا فوم ولا الكلام ده خالص. هي نظيفة، هي اصلا يعني بسلك كده وقماشة بتتمسح، بتبقى بتلمع وجميلة، مفيهاش اي حاجة. يلا بقى، كل ست جميلة امورة عسولة فرفوشة تقوم كده تشوف عندها ايه في المطبخ بتاعها. عندها غسالة اطباق زي دي، تقوم تنضفها وتروق عليها. عندها تلاجة تنضفها، عندها اي حاجة كده. انا طبعا لسه هكمل معاكم تاني. حاجتي كلها هاخدها كده ايه زي ما قلتلكوا، كل يومين ولا كل يوم، قصدي معلش، كل يوم هاخد حاجتين كده معاكم عشان ما اطولش عليكم والفيديو يكون خفيف وايه ما يبقاش رخم وطويل. اغسلها كلها من الجوانب اهو، وهنضفها بالفوطه. معلش انا اسفه، عندي احتقان. الجو اليومين دول مش مظبوط خالص. اهو بحاول. بص، انا كنت متضايقه من الاستيكر مش راضي يطلع. يانا ينت يانا ينت لازم اطلعه. بصوا، لما تساب شويه مع الميه والسلك وكده، زي ما قلت لكم انا بحط ميه سخنه مع بزود بيها البريل، بتطلع لي اي حاجه. برضو هحاول اطلع دي، بس دي ايه، ما رضتش، حلفت ما هي طالعه. خلصت كده الغساله. همسك بقى ايه، الكولدير ده يا بنات للاسف حصل مشكله معايا فيه. هو جميل وبقاله سنين برضو معايا ما شاء الله، بس تقريبا اتخرم. في مشكله من ورا، هو اصلا كان باظ معايا قبل كده وصلحته. كانت الحله بتاعته من جوه، الراجل قال لي ان هي ايه اتخرمت ولازم تتلحم، ولحمها لي وظبطهولي وتمام، واشتغل فتره كبيره قوي. وبعد كده رجع هي نفس المشكله تاني، ان هو بينزل ميه من ورا برضو. فتقريبا هي نفس المشكله، يعني اللحام اللي هو لحمه او حاجه فك. فللاسف انا مش مشغلاه، لسه عايزه اتصلح ان شاء الله على ما اصلح. طبعا علشان مركون بص فمتوسخ، اغسله بقى برضو وهنضفه، مش عشان هو مش شغال يعني اسيبه يبقى مبهدل، لا. بحب كل الاجهزه عندي تكون ايه نظيفه يعني. كده هو غسلت الغساله والكولدير. همسك التلاجة كمان بقى من بره برضو. انا كنت منضفاها من جوه، بس طبعا احنا عارفين هي بتتوسخ من بره من اقل حاجه. ايدين الولاد، ايدينا احنا نفسنا لما بنكون بنطبخ وعايزين طماطميه في الفلايه، تفضل رايحه جايه على الطماطم. تفضل رايحه جايه على التلاجة. الواحد ساعات كده بصوا بيفوت، بيبقى ايه، قشطه يا بنات، يعني بتبقي مش مركزه خالص. اهو مسحت التلاجة كلها برضو من بره. كان في الحته اللي من تحت دي مسحتها، بس هي من جوه كنت منضفاها وغسلاها كلها. هغسلها برضو من الجنب. يلا قومي بقى، قومي بقى تنشطي كده، ما تقعديش تقولي الجو برد. والجو على فكره يا جماعه، حتى لو الجو برد وقمتي واشتغلتي، بتلاقي نفسك اتشجعتي كده وسخنتي وطفيتي وبتشتغلي يعني. بس كنت هرجع احط ستيكر تاني على الغسالة. احرم؟ لا، ما احرمش. هجيب ستيكر والزق تاني.
رجعت في كلامي بقى وجبت الفرشة دي وحطيت قلايتي الجميلة الحلوة العسولة مكانها، طبعا بعد ما نضفتها معاكم في الفيديو اللي فات. كمان الكاتل بتاعي والصينية الجميلة الأمورة بتاعتي. لازم تدلعي حاجتك كده يا اختي. ايوه امال ايه، لازم تفرفشي نفسك. الطبق ده بقى عايزه اقول لكم بحط عليه عيش اثري بقاله سنين معايا، بحبه قوي. ما اقدرش ارميه يعني. جميل هو يعني في حتت منه كده اتدغدغت واتكسرت بس مش مهم، هتقعد معايا يعني هتقعد معايا. الاطباق اللي هي بالعفش او مش عارفه اسمه ايه، بنات الخوص تقريبا، بتبقى جميل قوي الحاجات دي. بصوا انا جايبه هنا علبه حلاوه طحينيه مش عايزاها. بعمل فيها ايه، بحطها فوق الحوض. بحطها فوق الحوض وبلبسها كيسه. وطبعا زي ما انتم شايفين اي حاجه بتبقى في اللانش بوكس زياده راجعه مع الولاد من المدرسه ارميها فيها. اي حاجه في الاطباق وفي الحلل طبعا بدل ما نقعد نفضي في الحوض ويتسد وكده، لا بشيل من الاطباق والحلل بتاعتي، احط في العلبه دي على طول في الكيسه. وبعد ما اخلص باخد الكيسه المها وبرميها، بدل ما تفضلي ايه رايحه جايه على صندوق الزباله على سله الزباله ترمي فيه يتنطور في الارض منك او حاجه، او برضو ينزل في الحوض ويسده وبتبقى مشكله بعد كده. لا تعملي ايه، لا انا عملت كده. انا الصراحه يا بنات مش كل حاجه اجري اشتري، مثلا ممكن يبقى مش معايا فلوس او الامكانيه مش سامحه ان انا كل شويه اقعد اشتري. فبعمل ايه، بعمل من الحاجه اللي عندي في البيت وخلاص، على قد ايدي وعلى قد ما انا هقدر اكلف بعمل ايه. عملت لبست الكيس بتاع ده، معلش انا اسفه تهت. علبة الحلاوة بلبسها كيس وبحطها جنبي على الحوض وما بتبقاش باينه اصلا يعني. انتي اساسا مفيش حد بيدخل غيرك انتي في المطبخ، وبيبقى الكيس عليها. وبعد ما تخلصي برميها وبصبنها وانضفها وترجع زي الفل زي ما كانت. بصوا اهو بلبسها كيس زي كده واحطها جنبي على الحوض، اي حاجه برميها فيها وبعدين امسك الكيس ارميه في الزباله. غسلت اللانش بوكس بتاع ولادي وبصبن اهو الحوض الحمد لله. خلاص كده شطبت وخلصنا. وصبنت الحيطة اللي هي ورا الحنفية نضفتها برضو. احساس جميل بقى وانتي قربتي خلاص بتشطبي كده وهتخلصي. سلام. وتطفي نور المطبخ بقى وتطلعي بعد ما تخلصي بقى كوباية نسكافيه جميلة كده. سلام يا سلام. ولو في السهرة بقى وولادك ناموا كده، كوباية النسكافيه ولا القهوة ومع نفسك، وبعدها بقى نتوضى ونصلي ركعتين لله، ان ربنا يكبر بخاطرنا ويحقق لنا كل اللي نتمناه يا رب. انا وانتو اي حد نفسه في اي حاجة، نفسه في الذرية الصالحة ربنا يعطيه، نفسه في مال، في بيت، في شقة، في اي حاجة. فربنا يوفقنا ان احنا اصلا نحفظ القرآن يا رب ويحفظ ولادنا. اي حاجة اي حاجة نتمناها من الله. نصلي كده ربنا يكبر بخاطرنا جميعا يا رب. ولو وصلتوا معايا لحد هنا بقى، اجبروا بقى بخاطري ولايكات لايكات لايكات وكلمتين كده حلوين منكم يشجعوني، عشان قناة تكبر بيكوا كده يا رب ان شاء الله. كده حطيت حبة كلور وحبة ريال كده، حبة ديتول تعمل لك خلطة كده حلوة. مفيش ديتول عندك، الكلور بيحل محل الديتول على فكرة يعني، والكلور جميل اصلا احلى. انا كنت الاول بمسح بديتول على طول، بقالي فترة الصراحة بقيت احب امسح بالكلور. جميل كده بحسه بيلمع وبيطهر حقيقي يعني، حتى لو في اي ريحة في اي حاجة عندك وحشة او اي حاجة وتمسحي بيه تلاقي الدنيا بقت زي الفل. كده خلاص الحمد لله قضيت مهمتي وبنخلص. بس للاسف هلاقي ازاز مكان البوتاجاز بتاعي، ما زي ما شفتوه كده لما انفجر واتكسر. هلاقي ازاز هلمه مرتين علشان مش عارفة في ايه.
يعني كنست كذا مرة ومسحت كذا مرة يا بنات، حتى بعد ما عمل كده وكسر وقتها لميت من تحت البوتاجاز وفضلت انضف في المطبخ كله. وللاسف بصوا اهو تاني مرة معاكم هلاقيه برضو ازاز وبرضو هلمه. انا بقيت بخاف اي حد من ولادي يدخل المطبخ، ولا حتى بنوتي الصغنونه برضو بقيت بخاف عليها الصراحه ان هي تدخل المطبخ اليومين دول، لحد ما عايزه بقى اشيل كل الكلام ده من مكانه. يعني اشيل البوتاجاز واشيل التربو كله وهمسح وانضف من وراه تاني، وهغسل السيراميك عشان لو في اي حاجه مرميه. بس بحاول بقدر الامكان ان انا ايه اخلي بالي. كده خلصت. روحتي فين؟ روحتي فين؟ انا روحت فين يا بنات؟ اه بجيب الفرشه. استنوا. خلاص كده، خلاص مسحنا الحمد لله. هو بقول لكم خلصت. هفرش بقى الفرشة والحمد لله. اللحظات الأخيرة كده بوتاجازي نضيف وكل حاجتي الحمد لله. المطبخ كده بقى زي الفل، بيشف ويرف من النظافة. يا رب الفيديو يكون ما طولش عليكم ولا انا كنت تقيلة على قلبكم، ويكون الفيديو عجبكم. لايكات بقى واشتراكات، واشوفكم ان شاء الله في روتين جديد. مع السلامة.